مرحبا يا جماعة، يسعد لي أوقاتكم. أكيد ما يمرق رمضان إلا نساوي لنا أكلة فريكة، وخاصة إذا كان مع دجاج مشوي بالفرن. الطعم رح يطلع رهيب، وخاصة إني مستخدم معدات من دانوب هوم. شي قبها، شوف المقادير. هلا أول شي رح يكون في عندي فريكة، تقريبا هون في عندي أنا شي 3/4 الكيلو، يكون نظيف ومنقى. عندي لحمة ناعمة شي 300 جرام، شي نص كوب بازيلا. اوكي، في عندي دجاجتين هدول صغار، تقريبا وزن الوحده شي 700 جرام. عندي 3 معالق سمنه، معلقه شطه. البهارات الكامله في عندي هون قرفه، فلفل وهيل وثوم، ليمونه وحده، زيت نباتي، ملح وفلفل. رح يكون في عندي مي، واخر شيء بدنا شويه ملح، بدنا بهارات مشكله، بدنا شويه زنجبيل ناعم، قرفه ناعمه، وصنوبر اذا بدكم صنوبر غالي صراحه، يا لوز او اي شيء بدكم اياه. خلينا نبلش بالطريقه. اوكي، اول شيء شو رح نساوي؟ حابب اعمل شويه حركات بتزبطوا معي. رح نجيب شي سنين توم، تمام، نعمل لهم هيك. اوكي، هيك، بعدين نعمل لهم هيك، بسم الله. او فيكم تدقوهم، ما عندكم اشكال ابدا. هي صاروا عندي هيك ناعمين، رح احطهم هون. بعدين رح اجيب عندي هي الليمون، صرها زمن هاي الليمون خالص. بعدين في عندي هون دبس فليفله. اوكي، هي عندي معلقه واحده كافيه، ما بدنا اكثر من هيك. زيت نباتي تقريبا لنقول شي 4-5 معالق زيت نباتي. فلفل اسود. هلا رح نيجي على البهارات الناعمه. اوكي، رح اخذهم هيك، تمام. رح اول شي نحط تقريبا شي 3/4 المعلقه بهارات مشكله. رح احط زنجبيل شي نص معلقه، بسم الله. قرفه هيك اقل من ربع معلقه. رح احط لهم شي معلقه ملح. يا عيني، شايفين ما اسهلها؟ تقريبا نحط شي كاستين مي، بسم الله. وصارت عندي الخلطه العجيبه. هلا رح نخلطهم كلياتهم مع بعضهم. هلا رح نجيب هالدجاجات الحلوين هدول المسطحين هون. اوكي، شو رح نساوي؟ بس رح اقصهم بالنص هيك، او قلبكم معلش. هي عندي صاروا، رح احطهم هون بقلب هالصينية. هي رح احط لهم رشة ملح خفيفة. هلا بالصلصة في ملح، بس معلش بنحط شوي تحسبا، رشة ملح وفلفل اسود. بسم الله. نعم، فلفل اسود، تمام. وبعدين رح نجيب هاي الصلصة العجيبة والرائعة، رح كت عليهم شوي شوي. ريحتها رائعة يا جماعة، يعني ريحة الصلصة بدون ما تنشوى سوبر. تمام. هلا الليمونات اللي عصرناهم ما تكبوهم على فكرة، ولا بمرمروا الاكل، حطوهم على مسؤوليتي. رح احط نص ليمونة واحدة كافية. رح اعمل لها هيك، اقطصها شوي بهالصلصة اللي سويناها. اوكي، رح احط اول شي ورقة زبدة مشان ما يلزقوا معي، تمام. رح احطها هيك الورقة بألمنيوم فويل. هلا اكتبوا لنا بالتعليقات اذا شارين شي من منتجات دانوب وشو رايكم فيها، واعطونا رايكم لانه صراحه كثير بيهمنا. رح اغطيهم هيك كلهم. رح اخذهم احطهم بالفرن درجه حراره 190 تقريبا. رح نحطهم شي 45 دقيقه. هدول الدجاجات صغار اصلا، عرفت شلون؟ حسب قديش الدجاج صغير او كبير. رح نشوفهم استووا ولا ما استووا. اخر شي نكشف عليهم وبعدين نحمرهم. رح احطهم هيك بالفرن. اوكي، هي عندي الفرن حامي وسكر عليهم. هلا رح اروح للخطوه الثانيه، اني رح اسوي الفريكه وجهزها لنعمل احلى فريكه، اطيب فريكه. خليكم معنا. هلا يا جماعه رح بلش هيك نشوف الفريكه اذا فيها شي بحص، تمام. رح نحط هيك الفريكه، بسم الله، تمام. وهلا حنصولها، يعني رح نحط عليها المي، تمام. وبنفس الوقت شو رح نساوي؟ القشر رح يطلع من الوش، يعني حيفوش على الوش، والبحص حينزل لتحت. مي بارده طبعا، شايفين؟
شايفين هلا انا هذا طلع على الوش هيك بكبه هيك. هذا بيكون في بقلبه القشر تبع القمح اللي لسه بيكون مو طالع فبيطلع على الوش. هلا رح نبلش نقيم الفريكه. بسم الله هيك عشان تصفي. هلا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات انتم من جماعه الفريكه ولا من جماعه الرز؟ في عالم ما بتحب الفريكه وفي عالم بتحبها كثير. انا صراحه الفريكه طيبه طبعا مو كل الوقت. وهلا حنروح على الغاز مشان نطبخها وتطلع ليش ظريفه. شو رح نساوي؟ اول شيء رح يكون في عنا هون شي معلقه ونص سمنه رح نحطهم بالطنجره. بسم الله. يعني هدول الطناجر كثير ممتازين الواحد يطبخ فيهم هيك شغله لانهم ستانلس ستيل وإلهم كعب فبيعطوا حماوه بيحموا منيح. يعني انا صراحه هذا بحبه شخصيا. رح نضيف عليهم السمنه ريحتها غير شكل. اوكي. وبنفس الوقت انا شو بحضر هون عندي مرقه دجاج عم بغليها على النار كمان سخنه بنفس الوقت. فعم نشتغل كذا شغله مع بعض والدجاجات بالفرن ريحتهم عبقت الاستوديو بشكل مو طبيعي. هلا اول شيء رح ساويه رح اضيف اللحمه الناعمه. بسم الله. يا عيني. هلا رح اضيف في عندي عود قرفه شويه فلفل حب وبعدين في عندي هيل كامل رح اضيفهم عليهم. هلا بعد ما حمصناهم كثير منيح شو رح ساوي؟ رح اضيف عليهم طبعا اكلتنا الاساسيه والرئيسيه اللي هي الفريكه. بسم الله. الله الله الله. هلا رح احط لهم تقريبا شي نص معلقه ملح. بسم الله. زنجبيل كمان شي نص معلقه. بهارات مشكله شي 3/4 المعلقه. شويه قرفه صغيره طبعا في بقلبهم هي الحب. والريحه يا جماعه جنان. هلا بهي المرحله عندي الفريكه تحمصت منيح. اوكي. رح احط تقريبا نص كميه البزايا اللي عندي اياها وخلي النص مشان زين فيه على الوش. اوكي. هلا في عندي هون مرقه دجاج عم تغلي رح اضيف عليها. بسم الله. سخنه طبعا. هلا صراحة أنا من الأشخاص اللي ما بعير الفريكة بس تقريبا بدكم تقولوا شيء سنتي وربع فوق الفريكة. يعني ما بعير لها وكل فريكة مختلفة عن الثانية. تمام. هلا هيك أنا حسب مو شايف هي الفريكة اللي عندي ممتازة. هلا شو رح ساوي؟ رح استناها تغلي شي دقيقتين 3 غطي عليها ثلث ساعة ورح تطلع رائعة ورح اشوف الدجاجات لأنه نشوف شو صار فيهم. هلا حنموس عليها مثل ما شايفين. رح غطيها هيك جيب لي غطا تبعها واضغط الغطا لانه انا اليوم بدي قد ما فيني اضغط يعني البخار بقلبه. هلا خلينا نشوف الدجاجات. الله شكلهم سوبر صراحة. رح كشفهم هيك. اوه شي خرافي مبين يا جماعة. الله الله الله. هات لنشوف كيف. نرجع مرة ثانية بنحمرهم. رح ارجع ارجعهم هلا على الفرن. هلا يا جماعة عليكم جبت سمن. اوكي. رح اضيف عليه هلا البازاليا. دول للديكور بدي استعملهم. الله. حط لهم رشة ملح هيك. الله 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 الله. شوفوا لي هالمنظر هذا. شوفوا هالمنظر الرائع. رح نكشف على الفريكة هلا صار لهم تقريبا شي ثلث ساعة لنشوف كيف صاروا. بسم الله. اوه
يا عيني يا عيني، شوف ليك هي الخيال. يا عيني عليك يا عيني. الله. شايفين؟ يا عيني عليكم يا ذنوب على الماء، على الطناجر ما أحلاهم ليكم، كأنه ممسوحة. شوفوا 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 الله. وهلا يا جماعة الخير اوكي، شو رح نساوي؟ رح نكسكب هالفريكة هي. شوفوا ما أحلى، رح نحط هالفريكات هدول اللي بياخذوا العقل صراحة، مو لأني أنا مساويهم بس كتير ظراف طالعين مع الصحن هذا الخرافي. فخامة فخامة. يا جماعة ما بدي احكي انا، شوفوا لي منظر الدجاجات يلي بشهوا، ما بدي احكي. الله. هلا رح نحط البازاليا مع الصنوبر. هلا رح نحطك الديكور هذا الحلو. وهيك يا جماعة الخير بنكون عملنا فريكة مع الدجاج بالفرن. صراحة خلي بس المنظر يحكي لكم، أكلة روعة. الكتلريز التشاينا وير كتير رائعين، وشكرا دانوب على يعني المعدات الكتير حلوة. هلا رح اترككم، لكم شكرا كتير، وان شاء الله تكون الأكلة عجبتكم، والسلام عليكم.